أهلا بيكم. في التراث الشعبي في شخصية خيالية مشهورة جدا اسمها جحا. جحا كان راجل فقير، دايما كان عايش حياته بطريقة مختلفة، كان بيتصرف بطريقة ذكية، وكتير مننا بيشوف طريقته إن فيها نوع من الكوميديا. علشان كده القصص اللي اتحكت عن جحا انتشرت ولسه عايشة معانا. الناس كلها كانت بتحلف بحكمته أو ده اللي ظاهر لينا، لكن في السر أو ورا الكواليس جحا كان أستاذ في التلاعب. الكل مفكره بريء بسيط أو راجل طيب، لكن في الحقيقة جحا كان أكبر شخص مخادع في القرية. كان بيوقع الناس في بعض ويقلب الحقائق ويخليك تشك في نفسك وانت مش داري. في حكاية من اللي اتقالت عنه، مرة جحا راح للقاضي بيشتكي إن حد ضربه، فقال له القاضي: مين اللي ضربك؟ جحا رد: أنا مش شايفه دلوقتي لكنه أكيد سمعنا. الناس كلها بدأت تتلخبط والقاضي نفسه ما كانش فاهم، فطلب منه يوضح. جحا قال له: أنا مش عارف أوصف مين اللي ضربني، بس عارف إنه واقف وسطكم دلوقتي. فجأة كل واحد من اللي كانوا موجودين بدأ يشك في التاني، وكل واحد فيهم كان بيتهم غيره، وبدل ما يكون في متهم واحد الدنيا كلها بقت فوضى، وكل اللي كانوا موجودين كانوا شاكين في نفسهم. زي النرجسي الخفي، بدل ما يهاجم شخص بشكل مباشر بيقدر يزرع الشك بين الناس ويخليهم يتخانقوا مع بعض، وهو بيظهر في صورة المظلوم لكنه في الحقيقة هو اللي صنع المشكلة كلها. بيسيطر على المشهد من غير ما تقدر تمسك عليه غلطة واحدة. في حكاية تانية، جحا كان عنده جيران مزعجين جدا، كل يوم كانوا بيطلبوا منه حاجات. لما زهق منهم قرر يتهرب منهم، بس هيستخدم الخبث والمكر. واحد منهم جاله يطلب منه الحمار بتاعه، جحا رد عليه وقال له: الحمار مش هنا. في نفس اللحظة الحمار نهق جوه البيت، فالراجل بيقول له: طب ازاي مش هنا وهو بينهق؟ جحا رد بكل برود: انت مصدقني انا ولا مصدق الحمار؟ هنا جحا بيستخدم نفس خدعة النرجسي الخفي، التلاعب بالواقع او الجاس لايتنج او التشكيك. النرجسي دايما بيغير الحقائق قدام عينيك ويخليك تشك في نفسك، ولما تواجهه بحاجة قالها هيرد يقولك: أنا عمري ما قلت كده، أنت بيتهيألك، أنت مجنون. في حكاية تالتة، جحا كان راكب الحمار ومعاه ابنه، حكاية كلنا عارفينها، لكن الابن كان ماشي على رجليه، بيعدوا على ناس والناس كلها بتقول: إيه الراجل الظالم ده، راكب الحمار وسايب الولد يمشي؟ جحا بينزل من على الحمار وخلى الولد يركب الحمار، وبيعدوا على ناس تانية، الناس دي بتقول: شوف الولد العاق راكب الحمار وسايب أبوه العجوز يمشي. بعدها هما الاتنين ركبوا الحمار، فناس تانية بتقول: ايه الناس القاسية دي، ما عندهاش رحمة، هما الاتنين راكبين فوق الحمار المسكين. أخيرا جحا مشي هو وابنه على رجليهم والحمار كان ماشي جنبهم فاضي. الناس كلها بتقول: ايه الغباء ده، عندهم حمار وماشيين وسايبينه؟ جحا هنا بيعمل نفس خدعة النرجسي الخفي، مش بيواجه، ما عندوش رأي واضح، بيفضل يغير موقفه ويغير جلده علشان يرضي كل الأطراف، لكنه في النهاية ماشي حسب مصلحته ومش فارق معاه حد غير نفسه. النرجسي الخفي دايما ما بياخدش موقف واضح، لكنه بيقدر يلعب على كل الأطراف علشان يكون دايما في أمان ودايما بيكون كسبان. منافق بدرجة كبيرة جدا قدام كل شخص عنده شخصية تناسبه، بيقول لكل واحد اللي عايز يسمعه. في حكاية تانية، جحا كان عنده جرة عسل وقرر يدفنها تحت شجرة، لكنه قال في نفسه: لو حد شافني ممكن يسرقها، فقام كاتب على الشجرة: مفيش عسل مدفون هنا. تاني يوم رجع لقى الجرة مسروقة، ففضل يزعق ويقول: يا حرامية مين علمكم تقروا؟ هنا جحا بيعمل نفس خدعة النرجسي الخفي، لما بيغلط بيرمي اللوم على حد تاني هو اللي كشف سر العسل، لكنه بدل ما يعترف بغلطه بيلوم الناس إنهم عرفوا يقروا. زي النرجسي الخفي اللي بيصنع الأزمات والمصايب والكوارث، لأنه ما بيعرفش يعيش غير في الدراما، وبعدين يقولك: كله بسببكم، انتوا اللي وصلتوني لكده. في حكاية تانية، جحا كان راكب حماره، فواحد قال له: انت ليه راكب الحمار بالعكس، مخلي وشك لورا؟ جحا رد عليه بكل برود: يا أخي المشكلة مش فيا، المشكلة إن الحمار هو اللي ماشي بالمقلوب. هنا جحا رافض يعترف إن المشكلة فيه وفي تصرفاته،
بيستخدم الإسقاط وبينسب عيوبه أو مشاكله لشخص تاني، رافض يعترف إن العيب فيه وهو اللي راكب بالمقلوب ورمى المشكلة على الحمار، كأنه بيقول أنا ما عملتش حاجة غلط، المشكلة مش فيا، المشكلة في الحمار. بدل ما يعترف بالحقيقة قلب الحقيقة لصالحه، وكأن العيب مش فيه وبينكر تماما إن المشكلة فيه. ودي واحدة من أخطر حيل النرجسي الخفي. دايما لما بيتزنق بيرمي اللوم على حاجة تانية ويظهر كأنه بريء، ويمكن كمان يعيش دور الضحية المظلومة. النرجسي اللي بيصنع المشكلة بإيده، ولما المشاكل بتكبر تلاقيه بيقولك أنا مش فاهم ليه الدنيا كلها مقلوبة ضدي. جحا ما كانش مجرد شخصية كوميدية، ولو دققت في حكاياته هتلاقي إنه ما كانش بريء زي ما ناس كتير فاكرة. في مواقف كتير جحا بيجسد النرجسي الخفي بكل تفاصيله، بيستخدم الخبث والتلاعب والهروب من المسؤولية بطريقة ذكية جدا. جحا كان نموذج قديم جدا للنرجسي الخفي اللي بيستخدم التلاعب بدل المواجهة المباشرة. جحا كان مخادع جدا، ما بياخدش مواقف واضحة وبيلعب على كل الأطراف. بيلعب دور الضحية لما الدنيا تبوظ بسببه أو لما كان بيقع في المشاكل. بيستخدم الكذب والتلاعب لتغيير الحقيقة. ما كانش غبي، بس كتير كان بيستغبى علشان يهرب من أي مسؤولية. جحا دايما بيظهر قدام الناس كأنه شخص غلبان، شخص ساذج بريء، لكنه في الحقيقة كان بيكون أذكى واحد في القصة وبيعرف يوصل للي هو عايزه. أهم سلاح عنده دايما كان الحيلة والخداع والمكر واللف والدوران. مفيش عنف ولا مواجهة. بدل ما يواجه الناس بيتصرف بخبث ومكر وكتير جدا سخرية، يخلي الناس هم اللي يخدموه أو ينفذوا اللي هو عايزه من غير ما يحسوا. لما كان بيورط حد في مصيبة كان يقدر يخرج نفسه منها بكل سهولة. جحا كان شخصية رمادية ظاهرها الطيبة والبساطة، لكنه كان بيلعب دور الخبيث اللي بيقلب الناس على بعض بخبث ومكر شديد جدا. جحا في التراث الشعبي شخصية متناقضة جدا، وأحيانا بيظهر على إنه شخص حكيم بسيط، وأحيانا في صورة الشخص المكار اللي بيلعب بالناس. وده بيخليه مثال قوي جدا للنرجسي الخفي، لأنه كان بيعرف إزاي يقلب الأمور لصالحه من غير ما حد يقدر يمسك عليه غلطة واحدة. في بعض الحكايات جحا كان بيستخدم ذكائه عشان يضلل كل اللي حواليه، زي إنه ينقل كلام من حد للتاني بطريقة تخليهم يتخانقوا، أو يقول نص الحقيقة ويخلي الناس تستنتج الباقي بشكل غلط. وده بالظبط اللي بيعمله النرجسي الخفي. جحا في التراث شخصية ذكية كلها مكر وخبث، لكنه بيظهر في صورة البريء الساذج الغلبان. ودي بالظبط واحدة من أخطر حيل النرجسي الخفي. دايما لما بتحصل مشكلة بيقدر يلف ويدور ويطلع نفسه مظلوم أو ضعيف. في كتير من القصص والحكايات اللي اتحكت عن جحا كان دايما بيستغبى أو بيتصنع الغباء ويصور نفسه كشخص غبي ساذج، لكن القصة كلها كانت بتبقى تمثيلية منه علشان يخلي اللي حواليه يثقوا فيه وما يشكوش في ذكائه الحقيقي. وهو ده بالظبط اللي بيعمله النرجسي الخفي. مش متكبر ولا متعجرف، بالعكس غروره مستخبي جواه. دايما بيبان على انه طيب، غلبان، ضعيف، ويمكن كمان ساذج، بس الحقيقة غير كده تماما. يبان هادي وديع مش مؤذي، لكنه جواه نار وغل وحقد وحسد ونار ما بتنطفيش. هيمثل انه قريب منك وبيحبك وبيدعمك، لكن جواه كره وحقد مدفون لانك احسن منه، لمجرد بس انه دايما حاسس بالنقص. بيكره الكل مهما مثل، وده لانه دايما حاسس بالنقص ودايما حاسس بالعجز وانعدام القيمة، لكنه ما يقدرش يواجه نفسه او يعترف بعجزه ولا يقدر يتحمل المشاعر دي، فبيعيش دايما دور الضحية المغلوبة على أمرها. ما يقدرش يشوف نجاح أو سعادة عند غيره. كل شخص ناجح أو واثق بنفسه بيفكره بعجزه، لذلك بيحاول دايما يحطمه نفسيا. ممكن يمثل أو يتظاهر بالفرح ليك، لكنه من جواه بيتحرق من الغيرة والحقد والحسد. لو ما قدرش أو فشل إنه يقلل منك،
هيحاول يشوه صورتك في نظر الكل، هيحاول يعزلك عن الكل. باختصار النرجسي الخفي بيكره الكل، لأنه كل شخص سوي بيتعامل معاه بيعتبره مراية بتنعكس عليها عيوبه، ودي حاجة هو ما يقدرش يتحملها. لذلك كل شخص بيحسسه بالعجز وانعدام القيمة والضعف، أو حتى أي شخص بيخرج بره السيناريو اللي في دماغه هو عدو بالنسبة له ولازم يدمره. بيستنى اللحظة المناسبة علشان يطعنك ويذبحك من ظهرك بدون أي ندم أو إحساس بالذنب، وبعد ما يأذيك هيكون بارد جدا ويقولك أنا اضطريت أعمل كده، أنت اللي خلتني أعمل كده. في التراث الديني في قصة معروفة جدا عن قابيل وهابيل. قابيل وهابيل كانوا أول أبناء آدم. لما جه وقت القربان الله تقبل قربان هابيل ولم يتقبل القربان من قابيل. قابيل بدل ما يحاول يعالج خطأه اعتبر إن هابيل هو السبب وطلع حقده المدفون على أخوه. بدل ما يواجه عيوبه قرر يلوم أخوه وخطط في هدوء لجريمة عمره وقتل أخوه بدم بارد. قابيل بص لأخوه مش كأخ، بص له كعدو. قابيل ما قدرش يشوف الصورة غير ليه هو مش أنا. إزاي القصة دي بتمثل النرجسي الخفي؟ بيشوف حد قريب منه ناجح أكتر يحسده ويحقد عليه في صمت. الكره والغل والحقد بيفضل مدفون جواه لحد ما تيجي اللحظة المناسبة ليه ويدمره. يبان بريء في الأول لكن قلبه مليان حقد مدفون لسنين طويلة. أذاه مش رد فعل الحاجة حصلت منك، ده قرار داخلي منه بالانتقام، لأنه شايف إنه هو بس اللي يستاهل، وبعد ما يأذيك هيعيش دور الضحية أو حتى ممكن يمثل إنه ندمان. وطبعا ما بيكونش ندم حقيقي، لكنه بيكون ندمان بس لأنه اتكشف. قابيل وهابيل القصة اللي كلنا عارفينها لكن عمرنا ما بصينا ليها بالشكل ده. أخين، واحد قلبه نقي والتاني جواه نار. واحد بيجتهد ويعمل اللي عليه، والتاني شايف نفسه مظلوم وشايف نفسه ضحية. وفي لحظة واحدة كل الغل اتحول لطعنة في الظهر. الخلاصة إن النرجسي الخفي مش هيقف عند الحقد والغل والحسد، ولا عمره هيحس بالسلام، لأن النقص اللي جواه ملوش علاج. النرجسي الخفي هو قابيل العصر الحديث، مش العدو اللي هتحس بخطره، ده أقرب الناس ليك واللي بيحلف إنه بيحبك. بيتعامل معاك كأخ كصديق، لكن من جواه حقد لو كشفته مش هتصدق. شايف إن نجاحك سرق منه مكانته رغم إنه ما عملش أي حاجة علشان ينجح. يستنى اللحظة اللي تكون مطمن هادي عايش حياتك، ووقتها هيذبحك بدم بارد. بعدها مش هيحس بارتياح أو راحة، مش هيحس بالسعادة، هيفضل هربان من إحساسه بالنقص طول عمره.